بعد قيادته للمنتخب الوطني لتحقيق فوز صعب على مضيفه منتخب النيجر بتسجيله للهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، تحدثت صحيفة مقربة من نادي ليستر سيتي هي ليستر سيتي نيوز عن تألق بلال الخنوس في هذا التوقف الدولي. ورغم دخوله بديلا، كتبت في الصفحة الرئيسية: نجم ليستر سيتي فعل شيئا لمنتخب بلده لم يفعله طيلة الموسم، إنها مفاجأة. أما المقال فعنونته بلال الخنوس يسجل هدف فوز المغرب ضد النيجر. أما في نص المقال فقالت الصحيفة: اللاعب البالغ من العمر 20 سنة هو لاعب كرة قدم ذكي للغاية، حيث يجمع بين قدرته الممتازة على الاحتفاظ بالكرة وحركته المستمرة مع معدل عمل لا يكل، والآن أصبح شخصية بارزة في منتخب بلاده. ففي مباراة تصفيات كأس العالم ضد النيجر ظهر بشكل لافت وسجل هدف الفوز في الدقيقة 91. كل هذا الكلام على الرجل لم يشفع له مع الركراكي الذي يصر على إشراك أوناحي حتى في الدوري اليوناني لم يثبت نفسه. حديث الصحيفة عن الخنوس لم يتوقف عند هذا الحد، بل زادت أيضا: من نافذة الانتقالات الصيفية الكارثية كان الاستحواذ الوحيد الذي أثبت أنه يستحق وزنه ذهبا هو صانع الألعاب المغربي الذي كان بمثابة نقطة مضيئة في موسم مخيب للآمال. وأضاف المقال أيضا أن الخنوس قد يكون قادرا على اللعب في فريق مثل الأرسنال وفقا لمدربه السابق في جينك. ويذكر أن ليستر ضمن هبوطه بشكل كبير إلى دوري الشامبيونشيب، مما يعجل بانتقال الخنوس من ليستر سيتي. لكن المشكلة التي قد تواجه الخنوس في هذا الانتقال هو مطالب ليستر سيتي المالية الكبيرة التي قد تكون عائقا أمام انتقال الخنوس. أما عن وضعه مع المنتخب فلم يعد للركراكي حجة لإجلاس الرجل على دكة البدلاء ليكون بديلا لأوناحي.